عمرك سألت نفسك ايه هو السر اللي مخلي رايدن ملك الايباد او ملك السولو سكواد؟ في الاول كده لازم نسأل نفسنا ايه اللي خلى رايدن بالقوة والسرعة دي. اكيد في سبب. اول سبب معانا لو ركزت في الفيديو اللي قدامك هتلاقيه رايدن بس من سنة فاتت، ولو ركزت تاني هتلاقي ان رايدن ما نزلش اي فيديو تاني في التدريب. طب هل ده معناه ان رايدن مش بينزل التدريب او ما بينزلش يتدرب؟ اكيد لا، بس هو حابب يفاجئك بمستواه، لانك لو شفت رايدن وهو بيتدرب انت هتتعلم كل حاجة هو بيعملها، وبالتالي كل حاجة رايدن بيعملها في الجيم هتكون عادية بالنسبة لك جدا لانك متعود عليها ومتدرب عليها، غير لما انت تشوفها مع رايدن في الجيم لأول مرة، وده اللي عايزه رايدن. ندخل بقى على اهم جزء في الفيديو، ازاي تبقى لاعب سريع او لاعب قوي. اول حاجة لازم تعرفها ان اي حاجة انت عايز توصلها اكيد هتوصلها، بس بالتدريب والاستمرار وباذن الله طبعا. ففي 5 تدريبات هقولك عليهم هينقلوك لليفل تاني خالص، بس تتدرب عليهم كل يوم حتى لو تلت لنص ساعة في اليوم، وصدقني بعد اسبوع بالظبط هتشوف الفرق بنفسك. ندخل على اول حاجة وهو الايم. لازم تكون عارف ان الحساسية بتتحكم في نص لعبك، يعني لازم تنزل تتدرب على الحساسية وتخلي حساسية الكاميرا اكبر من حساسية الاي دي اس من 10 ل 20. يعني لو حساسية الكاميرا 100 هتخلي حساسية الاي دي اس من 80 ل 85. تاني حاجة السرعة. لازم الحركة بتاعتك تكون سريعة، لانك لو واجهت خصم وشاف حركتك سريعة غير لما يشوف حركتك زي البوتات، فانت هتزود سرعة حركتك بالطريقة دي. تالت حاجة سرعة البيك. طبيعي لو بش عليك السكواد لازم تخطف منهم 2 على الأقل قبل ما يوصلوا ليك من غير ما يدمجوك كتير، فلازم يكون البيك بتاعك سريع جدا، وهتتدرب عليه زي ما هتشوف دلوقتي. البيكات بدون سكوب هاي للاشخاص القريبين. اخواتي خلينا يعني هاي مثلا اذا في واحد ضدي خلينا نشوف هاي. رابع حاجة وهو سحب الرخص، ودي حاجة هتفيدك لو بش عليك سكواد بعربية، وطبعا دي بتواجه كل لاعبين بابجي موبايل، وبكل بساطة هتتدرب عليها بالشكل ده. خامس حاجة واخر حاجة واهم حاجة وهو الدوج. في الاول كده لازم تكون عارف ان الدوج من غير كراوتش جامد جدا، لكن انت لو متعود تعمل دوج مع كراوتش فجامد جدا برضه. هقولك تتدرب على الاتنين ازاي. اول حاجة هتيجي عند المكان ده وتبدأ ان انت تتدرب بالشكل ده. وفي الاخر عايز اقولك ان ال5 تدريبات دول مش هياخدوا منك من تلت لنص ساعة في اليوم. وطبعا بعد كل ده اكيد ما تنساش اللايك والاشتراك وبس كده. سلام.